يا صباح الفل، اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. ما شاء الله كده هنعمل مع بعض سندوتش سريع كده هينفع معاكي فطار او عشاء. ما شاء الله كده حاجة سريعة جدا. زي ما انتوا شايفينه بالجمال والحلاوة دي. اول حاجة كده عندي جبت طبق هحط فيه بيضة زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده بقى هنزل عليهم بملح وفلفل، وبعد كده بنص معلقة صغيرة من البابريكا. وبعد كده هنقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفينهم كده. بعد كده بقى في طاسة على البوتاجاز هنزل فيها بمعلقة ونص من السمنة البلدي، او لو حابة ان انت مثلا تحطي زيت ممكن برضو تحطي زيت. بس ما شاء الله السمنة بتخلي لها طعم جميل جدا. بعد كده بقى هنزل بالبيضة اللي انا ضربتها كده بالملح والفلفل والكمون. هنزل بيها في الطاسة زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي كده، وهفردها في الطاسة. وبعد كده هسيبها لغاية لما تستوي زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده بقى هجيب رغيف عيش واحطه على البيض زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي كده. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اقلبه الناحية التانية. وبعد كده بقى هنزل فيها بشرايح من الجبنة الرومي زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. وبعد كده هنزل فيها بشريحة من اللانشون، وهحط برضو جبنة رومي تاني. وبعد كده بقى هنزل عليها بجبنة من الموزاريلا. ما شاء الله بتخليها طعمه جميل جدا السندوتش ده، بتخلي طعمه في حتة تانية خالص. وبعد كده هنزل عليها بقى بشرايح من الزيتون زي ما انتوا شايفينها بالجميل ده. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اطبق كده الرغيف زي ما انتوا شايفينه بالوضع ده كده. وبعد كده بقى هقلبه الناحية التانية لغاية لما ياخد لون كده معايا ويتحمر ويبقى شكله جميل بالطريقة دي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله مش يعني مشبع جدا، وهينفع معاكي فطار او عشاء، وحاجة سهلة وبسيطة جدا وهتعمليها وهتفرحي اولادك بأقل حاجة ممكن تعمليها. اهو ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. شفتوا بقى شكل الجبنة عامل فيه ازاي من جوه؟ ما شاء الله جميل جدا. وعملناه وما خدش مننا ثواني خالص، وان شاء الله هتجربوها وهتطلع معاكم وطعمه حلو جدا وهيطلع معاكم تحفة جدا. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.